انا بحلم ولا ايه؟ والحلم ده حلو ولا وحش؟ الحلم ده بيعلمني معاني كتير اكيد، لان الصور كلها مليانه معاني. هل ده بيعلمني الفرق ما بين الصور دلوقتي والصور زمان؟ بس انا عشان اتاكد من الموضوع ده لازم اعرف يعني ايه صوره حلوه اصلا. ما انا هعرف منين اذا كانت الصور دي حلوه ولا وحشه؟ ما كل الصور دلوقتي ما بقاش ليها معاني وبقى كلها ايحاءات غريبه. ده حتى الصور بتاعتي كلها حاجات غريبه. حتى بص، متحرش، هقفش، قفش، بعمل حمام، عملت حمام، عايز استحمى، مخلوق فضائي، اتفرج على ماتش كوره، جوه ما اتحسبش، شامم ريحه وحشه، بيعمل اعلام مزيل عرق. فين الصوره الحلوه؟ الو، بكلم فلاش. انت عارف يعني صوره حلوه؟ الف بقى. بعد كل الابحاث الخرافيه دي انا ما قدرتش اعرف يعني ايه صوره حلوه، فانا بالتالي محتاج خبير تصوير وشاهد عيان. بورتا شبح العرسات، خبير تصوير اسباني جاله بواسير بعد ما اتفرج على صفحه اجمد موديلز في مصر، وهيقول لنا ازاي تصور صوره حلوه. انا سميح السريح ابن خالد دشمن البجاوي. سميح السريح مخلوق عجيب بيشتغل فرد امن في الازهر بارك، احنا مش فاهمين حاجه منه بس هو شاف حاجات تهمنا قوي. يقول لكم أن التصوير الفوتوغرافي يحتاج إلى المزيد من المجهود لكي تأخذ لقطة قوية، وتحتاج إلى الاسترخاء وتكون الضحكة كهذه. والله يا استاذ جلاش، هي الصور كلها معانيها اتغير. الصور زمان كان لها معاني، دلوقتي بقى معانيها اتغيرت خالص. وحتى العيال اللي بتصور بعد ما يتصور الصوره تحس اصلا دي مش مخلوقات تتصور، دي اصلا دي مخلوقات اصلا مش بني ادمين. في الصور اللي بالك بوز ولا عامل ايه مش والله ولا في صوره بتعجب يا سعاده البيت. العديد من الناس تتصور بمثل هذه الصوره، صوره المتنح، المسانتح والخرتيت. والله يا سعاده البيت فيه اللي بيتصور لوي بوزه، اللي بيتصور بيعدي الشارع جاي من اخر الشارع، قالع طهجان زهجان، حاجه تجرف والله العظيم. والعيال بيتصوروا دماغهم في دماغ بعضيهم ودماغهم مليانه جل وامل، والامل عمال يروح من هنا ايه دي الزغطه دي ولا ايه؟ والامل عمال يروح من هنا لهنا رحلات وحاجه غريبه والله العظيم، على راي زميلي في الورديه احمد باشا توفيق، ربنا يكرمه. حاجه كده والله العظيم تقولش لواء امن والله العظيم، بس هي الظروف. وهناك ايضا الظاهره الملعونه التي تسمى بالسيلفي، وهذه الظاهره الناس لا مؤاخذه يتكيفون منها كثيرا، انها حقا ملعونه. ثانيه واحده هقفل الموبايل. طيب ما تسيب امك كشافه حالها سميح. لا مؤاخذه باشا، الساعه عشان الحته اللي جايه بس لازم انوره. ايوه نور انا في بقى شويه عيال تانيين بيتصوروا. كنت ماشي انا بالورديه كده ومشغل الكشاف كده والله العظيم، ومره واحده رحت لقيت لك ايه بقى، لقيت لك عيال بتصور كده عاملين عارف عصايه الغنيه ومعلقين عليها كاميرا باستيك وحاجه غريبه والله. انا قلت بيصطادوا توت، بيضربوا عصافير، بيضربوا بعضيهم ده يهدهم، هتلاقيهم بيتصور، لقيتهم متجمعين مع بعضيهم وبتصوروا، واللي عامل كديه واللي عامل كديه. ايه الصور دي يخرب بيت ابوكوا؟ ايه دي؟ ايه الصور دي؟ والله العظيم ثلاثه عمالوا اتصورت وبعدين صور اسمها مش عارف الصور الذاتيه، سيلفي. ايه سيلفي دي؟ هلطم يا اولاد، اقطع شعر صدري وارميها عليها يا اولاد. ايه دي؟ سيلفي بقى انا اصور نفسي. الوجوه هي الحل، الوجوه هي الحل، وجوه كلمه ترتاح لها الاعصاب، انظر. وجوه يا باش مهندس جلاش، انا بقول احنا شعب يحب الضحك. العيال بيبقى عندهم بالهريسيا ويضحكوا. قدم المشيئه يا جلاش يضحك وسيبها على الله. قدم المشيئه ويضحك والله العظيم. وعلى الراجل الخنفس اللي انتوا قاعدين بتصوروا معاه هناك ده، اللي عامل شعره كده، ايوه اللي لابس سدير ده هي بيقول وجوه. قول وجوه، جربوا الكلمه وجوه واضحك. وجوه قول وجوه واضحك. قول وجوه يا اخويا وارفع رجليك واضحك. قول وجوه وطلع بوز واضحك، هتطلع حلوه. اسمع كلام الخبير. وجوه ايه وبتاع ايه؟ الناس دي بتتكلم في ايه؟ اي نعم بيقولوا اضحك، بس هي الصورة ضحكة. اكيد في حاجة ناقصة في الحلم، اكيد في حاجة ناقصة في الحلم، اكيد في حاجة ناقصة في الحلم، اكيد في حاجة ناقصة في الحلم. معقولة الحلم يبقى حقيقة، والصورة الحلوة سرها يبقى موجود في الألبوم ده والذكريات؟ وليه لأ؟ ما الصورة الحلوة هي الإثبات الوحيد إن في حاجة حلوة حصلت لك في حياتك وخلتك تضحك ضحكة حلوة.
بس المشكلة ان انت دلوقتي مش هتعرف تضحك ضحكة حلوة في الزمن ده عشان صعب. بس انا هقولك على فكرة حلوة تعملها. هقولك على فكرة حلوة تعملها عشان تتصور صورة حلوة. غمض عينيك وفكر في كل حاجة حلوة حصلت لك، فكر في كل لحظة حلوة بتحصل لك، فكر في حلمك اللي نفسك تحققه وتبقى بيه أسعد بني آدم في الدنيا، وفتح عينيك وتصور. الصورة الحلوة مش بوز ولا رفعت رجل، الصورة الحلوة ضحكة حلوة حتى لو بياع فكري.